يوم 19 يناير سنة 1921 نشرت صحيفة لسان الحال اللبنانية مقال تحت عنوان أضغاث أحلام، بتشرح فيه تعامل الصحافة الغربية مع استعدادات ألمانيا إنها تغير خريطة أوروبا بمساعدة بعض حلفائها في الدول المجاورة. بيبدأ المقال إن أي شخص بيقرأ الصحف الغربية هيحس باقتراب الحرب بسبب الشر الألماني، ومحدش يعرف إذا كان الشر ده صحيح ولا مبالغة في خطر ألمانيا، وإن موضوع الشر الألماني اعتقدنا إنه هيحصل بعد سنين من دلوقتي لما يكون لألمانيا القدرة على شن العدوان، لكن من التقارير الجديدة يتضح إن الحرب هتقوم السنة دي. وبيكمل الخبر بأن الجنرال لودندورف بيحيط نفسه بالأشخاص الغير راضين عن الوضع من كل المدن اللي بيزورها، وإن الراجعين في ألمانيا هدفهم قتل النظام الجديد في أوروبا والسيطرة على النمسا. وكمان بيقول الخبر إن في عملية نقل اعتاد عسكري لولاية بافاريا، وكمان في تخطيط لمهاجمة النمسا والاستعانة بالراجعين الروس والهنغاريين وإعداد الموقف للهجوم على فرنسا في نفس السنة. وبيوضح الخبر إن في هدف واحد بس بين ألمانيا وروسيا والمجر، وهو تدمير معاهدة فرساي، وإن جنرال لودendorff مع بداية الأحداث هيتعين حاكم عسكري على ولاية بروسيا، وبعد كده ألمانيا وروسيا والمجر هيقسموا الخريطة الأوروبية ما بينهم. وبيختم الخبر إن كل الخطط دي هي من أحلام لودندورف وأتباعه، لكن الحلفاء يقظون وإنهم قطعوا بالفعل جناح النسر الألماني ومش هيتمكن من الطيران قبل ظهور جناح جديد، بس ده مش هيمنعه بإن هو يحلم بالطيران. المقال ده اتنشر قبل 12 سنة من وصول النازيين للسلطة، وقبل 18 سنة من بداية الحرب العالمية الثانية، وبيأكد لنا حقيقة إن ألمانيا مش هيهدى ليها بال إلا لما تغير الواقع، وإن الحلفاء عارفين إن ألمانيا مكسورة، ولكن لما تكون جاهزة هتشن عدوان جديد.